السلام عليكم ورحمة الله. عندنا النهاردة فيديو جميل بتاع المكرونة البشاميل بطريقة سهلة وجميلة. عندنا شوية اللحمة دول هنحط عليهم فلفل اسود وملح زي ما احنا متعودين دايما. بنبهر اللحمة بتاعتنا بشوية فلفل اسود وملح ونقلبها كده كويس في بعض. هنمشي بالخطوات واحدة واحدة وان شاء الله يعجبكم الطريقة، عشان الطريقة دي طريقة مثالية للبشاميل. هنجيب طاسة كده وفيها شوية زيت سخنين جامد، وننزل عندنا باللحمة بتاعتنا ونفضل نقلب فيها كويس عشان ما تكلكعش مننا. لازم اللحمة المفرومة بتتقلب كويس من غير اي حاجة. تمام، تفضل تقلب فيها لحد ما تدوب معاك خالص زي ما هتشوفوا دلوقتي في الطريقة. انا طبعا مسرع الفيديو بس بوريكوا ازاي اللي انا بقلبها بطريقة تكون مظبوطة. تمام، عندنا لازم تتقلب كده ولونها يتغير. تمام، كل ما بتقلب فيها لازم يعني تحاول تفكها من بعض او تحاولي تفكي اللحمة من بعض عشان يبقى طعمها حلو ومفيهوش اي طعم زفارة اللحم. كلام واضح وصريح. تمام، بنقلب كده لمدة مثلا 3 4 دقايق. هنتعب في التقليب شوية، نقلب اول ما عندنا اللون يتغير على طول وتبدأ تستوي معانا. تمام، هنبدأ نحط حاجتنا اهو. تمام كده منظرها جميل وبدأت يعني تستوي. تمام، اول ما بتبتدي تستوي كده بننزل عندنا بشوية بصل ونقلبهم. بصلاية صغيرة يعني بلاش نكتر. تمام، نقلبهم كويس وننزل بعدها على طول بشوية توم. نقلبهم برضو كويس في بعض كده بحيث ان يندمجوا مع بعض البصل وكده. شايفين منظر اللحمة؟ تمام، ننزل عندنا بالبهارات بتاعتنا. تمام، شوية فلفل اسود، شوية بهارات مشكلة، وشوية ملح وشوية بابريكا. يعني في البسيط ما نكترش بهارات، ونقلبهم كويس. لو فلفل اسود وملح بس مفيش مشكلة، بس احنا بنحب نحط 7 بهارات عشان تدي طعم اكتر. ونسيبها تستوي على مهلها، ونيجي عندنا هنا لأهم مرحلة، وهي مرحلة ازاي نعمل البشاميل بطريقة مظبوطة. جبنا مكعب الزبدة الجميل ده ووطينا النار عليه عشان يسيح. قد ما حطينا زبدة زي ما شفنا كده نحط دقيق، يعني احنا بنسيح الزبدة قد الكمية بالظبط دقيق. يعني نحاول ما نكترش الدقيق عشان الخليط ما يكلكعش. ادي سخنا وادي الكمية بالظبط نفس كمية الزبدة اللي عندنا، ونقلبها كويس في بعض اهو. هنشوفه من غير اي مشكلة، فيديو يعني لايف قدامكم ما فيهاش اي مشكلة. ادي قلبنا كويس. تمام، بص عامل ازاي ما كلكعش مننا ولا اي حاجة عشان كل حاجة قد بعضها. يعني تبقى بالنظر او باللي انت يعني لو متمكن بالنظر. بص منظرها عاملة ازاي. والنار واطية، وننزل عندنا بنص كيلو حليب اي نوع، يعني حتى اي نوع. نص كيلو الحليب ده ننزل نقلب كده. طبعا المعلقة ما نفعتش معانا دي. هنقلب كويس. بقلب اللحمة على جنب، موطين برضو عليها النار وسايبين تعيش حياتها. جبنا المضرب اهو بسرعة كده نقلب. طبعا كله شايف ان هي خفيفة، بس طبعا لسه النار واطية خالص. نبدأ نزود بقى حاجتنا. نحط شوية فلفل اسود كده صغيرين، وده مكعب مرقة او نص مكعب، وعليهم شوية ملح. تمام، ملح وفلفل اسود ومكعب مرقة اي نوع، بس يعني لو خضار ماشي او يكون مرقة لحمة، او ممكن ما تحطش عادي. ننزل عندنا بشوية جبنة موتزاريلا في قلب الخليط عادي. عايز تحط اي نوع جبنة مثلا يبقى حلو ماشي مفيش مشاكل. بدأ يمسك الخليط في بعض اهو، مفيهوش اي كلكعة مفيهوش اي حاجة. الجبنة اللي حطيناها هتسيح دلوقتي كمان. بص ده منظرها الجميل اهو. بص تمام. عايز تزود حليب مش هيضرك في اي حاجة. بتسيب النار على نار هادية خالص ويتعمل. عندنا المكرونة نسلقها عادي عادي جدا. شوية مية ويرمي لهم شوية ملح وشكرا. تمام، نيجي بقى عندنا بقى الصينية الجميلة دي. نحط
هنحط فيها نص كمية المكرونة. يعني انا حطيت نص كمية المكرونة ونص على نص كيلو لحمة، ومعاهم نص كيلو مكرونة. نص كمية المكرونة هنحطها كده زي ما المنظر ده، نغطيه كده، نغطي الصينية اللي عندنا كده، وننزل عندنا باللحمة المفرومة اهي نص كيلو. يعني عشان تعمل صينية مظبوطة هي بتاخد وقت. طبعا الصينية بتاعتنا قبل ما بنحط فيها المكرونة بنحط اي مادة دهنية، زيت، سمنة، زبدة، بحيث ان كل حاجة عندك تستوي بطريقة حلوة. ونضيف النص التاني اهو بتاع المكرونة. اهم حاجة برضو يعني ما نحطش الجبنة خالص دلوقتي اللي هي على الوش. هننزل عندنا بالخليط الجميل. بص منظره عامل ازاي. الطريقة دي مهما تزود حليب وتيجي تسخن، يعني لو انت بتجهز مفيهاش اي مشكلة، عمرها ما تكلكع معاك او معاك. بص منظرها. حاجة تانية، هنبدأ نساوي وتخش الفرن، تاخد اول وش. بعد اول وش هنحط الجبنة. ادي بالمنظر ده انتوا شايفين خليط يعني زيادة وجميل في نفس الوقت، بحيث ان هو ما ينشفش مننا، لازم يبقى زيادة شوية. هندخلها الفرن ربع ساعة بالظبط تحت في الرف اللي تحت عشان تاخد الوش الاول. وادي عندنا اهي خدت وش اولاني بعد ربع ساعة. نبدأ بعد الوش الاولاني ده يعني بنص سوا ننزل بالجبنة بتاعتنا عشان ما تتحرقش مننا واحنا حاطين كله مع بعضه، عشان المكرونة بتاخد طياب اكتر. تمام، حطينا الجبنة بتاعتنا وتاخد 5 دقايق برضو تحت في الفرن تحت. وادي منظرها وبالهنا والشفا. ياريت تدعمونا بسبسكرايب ولايك لقناتي وتعجبكم الطريقة دي عشان دي اسهل طريقة للمكرونة البشاميل. وادي عندنا اهو الطبق، جبنا طبق اهو، نقطع كل حاجة قدامكم نفس زي ما قلتلكوا بالظبط. ادي الطبق الجميل، جبنا الجبنة شايفين عاملة ازاي سايحة، عشان حطينا في الخليط وحطينا على الوش وما اتحرقتش مننا، طعمها كان جميل. بص منظرها.